السلام عليكم. اقتربت أهم مباراة للنصر في الدوري، مباراة بالنسبة لي ب6 نقاط، لن نقبل بالتعادل لأن الفوز ولا شيء غير الفوز بيقربنا لصدارة الدوري. جدول الدوري قبل المباراة الهلال متصدر ب16 نقطة وعنده مباراة وبيرتفع رصيده ل 18 نقطة، لكن متأكد مع المباريات الهلال لن يصمد وبيتعثر، والاتحاد أتوقع اليوم بيتعثر، والعلم عند الله بيتعثر أمام الفتح مع غياب بنزيما وحمد الله، والأهلي يمتلك 15 نقطة، وبإذن الله بعد فوز النصر على الأهلي بتصدر النصر مكان الأهلي بفرق الأهداف، لأن النصر حاليا يمتلك 12 نقطة، وفي حالة الفوز بإذن الله راح نكون متساويين مع الأهلي في النقاط، لكن أفضلية لنا بفارق الأهداف. وقبل ما نتكلم عن تشكيلة المباراة بتكلم عن أرقام وإحصائيات الأهلي ونقاط ضعف وقوة الأهلي في الدوري. الأهلي سجل في الدوري 13 هدف خلال 6 مباريات واستقبل 9 أهداف، ويعتبر رقم كبير جدا، ويعتبر الأهلي أضعف نادي من أندية الصندوق هجوميا ودفاعيا. وتقييم الأهلي من بين أندية الدوري الخامس بتقييم 7/10، والنصر الثاني بتقييم 7.2، وخامس أفضل هجوم في الدوري، وتاسع أضعف دفاع في الدوري. وطبعا النصر ثاني أقوى هجوم ورابع أقوى دفاع، مع العلم أول مباراتين للنصر في الدوري كان يعاني بسبب ضغط المباريات بعد البطولة العربية. والأهلي خامس فريق صنع فرص خطيرة بواقع 16 فرصة، والنصر في المركز الثالث بواقع 22 فرصة، والأهلي رابع أكثر فريق حصل على إنذارات بواقع 14 إنذار، وأكثر فريق طرد منه لاعبين في الدوري. أما في أسلوب الاستحواذ على اللعب النصر أفضل من الأهلي بنسبة 62% للنصر و57 للأهلي، وهنا نتأكد أن النصر متفوق في كل شيء عن الأهلي. ونقاط قوة الأهلي، ومن أهم نقاط قوة الأهلي امتلاك لاعبين في الهجوم يتميزوا بالمراوغات الناجحة مثل محرز وماكسيمان، والأهلي أكثر فريق عنده مراوغات صحيحة، ومفتاح لعب الأهلي العرضيات والتسديد من بعيد والارتداد السريع في الهجمات. أما نقاط الضعف للأهلي الواضحة خط الخلفي سواء في الدفاع أو حراسة المرمى. خط الدفاع سيء في التمركز وكثرة ارتكاب الأخطاء أو بناء اللعب والخروج بالكرة، والحارس مندي سيء جدا في التصدي للتسديدات وبناء اللعب من الخلف. واتوقع كاسترو بيلعب ضغط عالي على المدافعين، وبنشوف النصر بيلعب ويركز كثير على التصويب من خارج المنطقة. خبر مفرح لكل نصراوي، اللهم لك الحمد، من أول مباراة الأهلي النصر بيدخل المباراة مكتمل العناصر الأجنبية بعد عودة الدبابة فوفانا ومشاركته في التدريبات وتألقه. تكون تشكيلة النصر في حراسة المرمى أفضل حارس سعودي نواف، وخط الدفاع لابورت واللجامي، لأن ما أتوقع كاسترو يبدأ بالعمري، وبيكون العمري خيار على الدكة ومن الممكن الاستعانة به، ومن الممكن الاستعانة باللاعب آخر المباراة. وطبعا الأظهرة بتكون الغنام أفضل ظهير سعودي وآسيوي وأرقامه تشهد، والبرازيلي تيليس ظهير أيسر، والحقيقة متخوف من تيليس خصوصا تواجد رياض محرز أخطر لاعبين الأهلي، والرياض بيلعب على جبهة تيليس. وخط الوسط بروزوفيتش وأوتافيو لا شك في مشاركتهم، وبعد عودة فوفانا من الإصابة من الممكن الدفع باللاعب أساسي بدل من الخيبري، لكن بشكل عام ما عندي مشكلة سواء شارك الخيبري أو فوفانا. هجوم بيكون الأسطورة مهاجم وماني يسار وتاليسكا يمين، وأتوقع في المباراة إبداع تاليسكا وماني لأن أظهرة الأهلي من أسوأ أظهرة الدوري، وعبد الرحمن غريب طبعا بيكون له بصمة في الشوط الثاني مع بقية اللاعبين. وتوقعي للمباراة مع تركيز لاعبين النصر ودعم ومساندة الجمهور لهم بيكون فوز نصراوي 3 أهداف أو هدفين. وبس اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات، واتمنى تدعموني باللايك والاشتراك. في أمان الله.